ايه رايك في الرحله يا بنكا؟ والله هي رحلة ممتازة جدا جدا، فيها تنظيم رائع، شفنا كذا مكان والتكلفة تعالى امشي مقارنة باللي احنا زرناه يعني لا تعد، يعني بدون قيمة اعتبرها حبيبي. بدون قيمة. يعني لو هتقارن اللي انت دفعته بالاماكن اللي انت زرتها، لا انت مش هتقدر تعمل كده ولا هتعرف تلاقي حد يعمل لك كده. ايه اكتر بلد شدتك؟ أكثر بلد أسبانيا، فيها ثقافة وفيها تميز مختلف وفيها طبيعة جميلة جدا، بالذات برشلونة. اوكي. والبرتغال حلوة جدا، هنطلع يعني يا بلد شباب. هادية وبسيطة، وكفاية إن أنت معانا يعني، ودايما حتى معرفنا الأماكن وتقول لنا فين وفين. حبيبي. وحاول تجيب لنا أقل تكلفة، حتى استخدام مواصلات عامة، نتمشى نستكشف المكان، نقدر نعرف. يعني دي لوحدها قيمة عالية جدا لأي حد حبيبي. طب يسافر. فكره المشي بصفه عامه؟ لا انا حابب فكره المشي عامه، هي اللي هتعرفك بالبلد، الثقافه بتاعتها، تشوف الاماكن، تشوف الحاجه عن قرب، تتعرف بالناس، تختلط بيهم، عكس ان انت تركب باص سياحي مثلا يعمل لك تور، او عكس ان انت تركب عربيه او يكون حاجه بتنظم كده. انت اول مره تطلع اوروبا؟ انا اول مره، وان شاء الله يكون في مرات تانية معاك. وايه رايك في الهوستلز؟ ممتاز جدا جدا، وكفايه العيشه طريقه الحياه فيه اصلا لوحدها ممتعه جدا، يعني تخليك تتعرف على الناس من كذا مكان وتختلط بيهم، والثقافات وجو من المرح والمتعه، حاجه جميله جدا. تطلع هوستلز تاني؟ اكيد اكيد اكيد. اوكي. تنصح الناس تطلع معايا؟ انصح اكيد الناس، يعني انصحهم 100%، وان شاء الله كل اصحابي انصحهم يجوا معاك. حبيبي. اشوفك على خير، وان شاء الله نسافر مع بعض اكتر. قول ابو هنا. اسمي ايه بقى؟ عادي. اليوم يا جماعه ما عرفني وهو مسميني وليد، فالحمد لله عرف ان انا اسمي عادل، واقتنع ان انا اسمي عادل. مكملين الحمد لله مع بعض، ويلا بقى نكمل. شكرا يا محمد، واشكرك على الكلام الحلو ده. حبيبي يا محمد.